أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. كلب خطير وشرس يهاجم طفل، ولكن قبل الخوض في تفاصيل هذه الواقعة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بأخبارنا المغربية. وإليكم التفاصيل. تعرض طفل في السابعة من عمره لهجوم كلب هائج وسط مدينة مارتيل، حيث عرضه لجروح خطيرة على مستوى الوجه واليد، وتم نقله حينها على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى ثاني الرمل لتلقي العلاجات الضرورية. وحسب مصادر محلية فإن الكلب هاجم الطفل بشكل مفاجئ أثناء تجوله رفقة والدته على مستوى كورنيش شاطئ مارتيل. وأضافت مصادر مطلعة أن الكلب الشرس انقض على الطفل وعض ذراعه، كما حاول نهش وجهه قبل أن تنجح أمه في إبعاده عنه. وعبر عدد من المواطنين عن قلقهم البالغ إزاء الانتشار الكبير للكلاب الضالة في شوارع المدينة الساحلية، متسائلين عن دور المجلس الجماعي في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تهدد حياة الصغار والكبار.